ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما ابدا اقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ولايك بقى وتشتركوا في القناه عشان توصلكوا كل جديد. عندي طقم انتريه، يعني يعتبر ايه، بقشر السمك. انا عملته قبل كده بس جاتني زبونه تاني برضو ليه. يعني انا من نادر قوي ان انا بعمل طقمه اللي هي فيها قشر السمك ديت، من النادر قوي. بس طبعا ايه، حسب الزبونه اللي عايزاه يعني. فهي جايبه لي ايه الطقم، كانت جايباه وديه عند خياطه، والخياطه قعدته فكانت قصاه. يعني الكنبه يعتبر كنبتين وكرسيين. ده قطيفه، قطيفه اللي هو المستورد اللي المتر بتاعه ب100 جنيه. ما اعرفش بقى له بتاع اسبوع ولا ايه، اترفع ولا ايه اللي حصل. ده بنقص الكنبه احنا مترين طول، طول مترين، والعرض بتاعها متر. ماشي. ويعني كنبه لون وكنبه لون، كنبه مستردة وكنبه كحلي، كنبتين هم، كنبه مستردة وكنبه كحلي. والانتريه الكرسي واحد مستردة متر برضو، انا قصاه متر، مقصوص متر اهو، متر. ونفس الايه القصه برضو التانية، ان الكرسي برضو اهو كحلي. يعني ايه، الكنبه لون مستردة والكنبه التانية كحلي، وكرسي كحلي وكرسي مستردة. والمناديل كل مناديل فيهم 50، يعني 50 سنتي، والتاني اصغر زي بتوع النيش، هي طالبهم كده. فاحنا طبعا ايه، هنيجي هنحط دول كده تحت. ديت بقى قشر السمك، احنا جايبينها مترين، مترين ونص. انا عايزه اعمل منها كورنيشه، عايزه اعمل منها كورنيشه ايه، الكنبه. هقوم جايبه ايه الحته اللي فيها البرسل من هنا ومن هنا، هاخدها من هنا ومن هنا واطبقهم الاتنين ايه على بعض. اللي عايزه برضو تعمل الفكره ديت بيحبوا يعني ايه، اللي بتحب التغيير، بتحب الحاجه في ناس بتحب الحاجه الهاديه، وفي ناس بتحب الحاجه اللي هي شغلها كتير. فانا عندي هنا معظمهم بيحب الشغل اللي فيه كتير. فانا تنيت اهوت الاربعه على بعض. اول حاجه هبدا اعملها، اقوم قصه ايه، لازم انا اجيبها كده واجيبها كده صح، عشان ما تبقاش معايا حاجه ايه مرجله، يعني تبقى القصه بتاعتي ما فيها حاجه غلط. هقوم انا جايبه دي ودي، عشان برضو ايه اوريكم وانا اقص ايه الحتت الزياده دي، الستان اللي هو طالع زياده من قشر السمك. بسم الله. خدت الزياده، انا عندي زياده هنا وهنا برضو، مش زياده في حته واحده، بس انا ايه هخفف التانية بتاعتي شويه، عشان ايه قشر السمك تقيل وهي مترين ونص فتقيله. انا طبعا عايزه اخد الكورنيشه، الكورنيشه بتاعتي اللي هي بتاعت الكنبه بتبقى 50 سنتي، 50 سنتي. انا بقى بعمل ايه، ما بتفرقش ايه، يعني هو القماش دوت العرض بتاعه متر و40، فانا باخدهم على ايه، على على الثلاث اتجاهات، يعني جنب ناحيه للكنبه، وناحيه الكنبه، والناحيه التانية للكرسيين، باخدها على تلاتها. اقوم ايه ظبطه ايه حته القماشه، واخليها تيجي معايا على 3. هظبطها برضو تاني، لان ايه عندنا حته كبيره وحته صغيره. انا عايزه اخلي الثلاث حتت مقاس واحد بس. اهمت جبتهم ايه مقاس واحد. اقوم انا جايه من هنا فاتحه قصه جنب عشان ابعده يعني التاني. اهم حاجه ان احنا واحنا بنقص نطبق، لان دوت هو ما بيشتغلش عليه غير ان احنا بنخيط للاخر بتاعه بس، ما بنحطش حاجه تاني. فعايزينها نبقى مظبوطه، ما تبقاش في حاجه ايه كده ولا كده. انا هنا ايه قصيت اهوت. اجي اخد بقى ايه زي ما خدت من الناحيه التانية الستان اللي هو الزياده ده، هاخده برضو واشيله. على فكره
في ناس تقول ايه، لا ده هيلمان دوت، ده كتير قوي واحنا مش بنحب الحاجات لا، هو فرشه جميل. انا عن نفسي مش بحب الحاجات اللي فيها شغل كتير، بس هو فرشه جميل. قشر السمك بيبقى طبيعي تقيل، تقيل في قصه وتقيل في المكنه كمان، بس برضه هو شغل الواحد هيعمل ايه، مش هينفع ما نشتغلوش. وانا في الفيديوهات بتاعتي مورياكم ان انا بعمل طقمه السمك من طقمه السرير من قشر السمك ده. بس هو بقى لما جابتهولي الزبونه وعملته فعجبني. اهي دي ناحيه اهي معايا كده، ناحيه للكنبه الكبيره وناحيه للكنبه الصغيره، والناحيه التانيه ايه للكنبه الكرسيين. هفصلهم من الاتنين عن الكرسيين، ماشي. وادي اهي 2.5 متر طولها، 2.5 متر. احنا الكنبه عندنا 2 متر، يعني نص متر ده اللي طبعا هيتكشكش اهو. نبدأ بقى ايه. انا اول بقى كنبه هبدأ بيها الكنبه ايه المستردة، ومعايا هنا ايه قشر السمك اللي احنا طبعا قصيناه ايه 50 سنتي. هاجي من هنا كده واتني تانية صغيرة، ماشي، واجي هنا برضو افوت تانية تاني الحتة التانية بتاعت القماشة اهو. بسم الله. احط دوت على الحتة اللي هي بالطول اللي عندي ايه كورنيشة الكنبة. وهاجي اعمل ايه بقى، انا معايا نص متر بس. النص متر ده طبعا برضو مش كتير، قليل. هاجي اعمل ايه، بس هو ده بيبقى عايز حد يمشي عليه بالمكنه بايده كده ضغط، لان تقيل قشر السمك تقيل. هاجي انا كل ما بين كل واحده وواحده بمسافه كبيره اقوم عامله ايه كسره صغيره. وافضل ماشيه كده ايه كل مسافه ومسافه كسره. معاك اهو ماشيه، همشي كده طوالي على طول لغايه ما ايه اجيب النهايه بتاعتها. عايزه اجي في النص واقوم عامله يعني اجي في الجناب اخفف الكسر بتاعتي واجي في النص ازودها برضو مفيش مشاكل، بتبقى برضو جميله. ده بقى يتفرش في ايه، يعني احنا عندنا في اللي احنا الحته اللي احنا فيها بيتفرش في المناسبات بس، مش بيفرشوه يعني ايه على طول كده، لا في المناسبات لما يكون في فرح، في سبوع، الكلام ده كله. هنا انا فاضل معايا حته يعني ايه كبيره كده، انا برضو دي مش بسيبها، يعني انا بستخدمها. لو حد يقول ايه الفضلات دي هتترمي ولا الكلام ده، لا
الفضلات دي بتتعمل زي فلونكات على على السراير، على الطقمه، على الطقم برضو ده اللي احنا في ايدينا كده اهي. بس انا لازم هنا اعمل ايه التانية بتاعته واتنيه معايا، عشان ما ينفعش اسيبه من غير ما يكون متني. اصبح احنا عملنا اهوت دي كورنيشته اهي، الكورنيشه بتاع هنا اهو. هنيجي بقى احنا ايه عايزين نعمل نغطي الحته اللي احنا عملناها بالخياطه دوت. التوب بتاعه كان الاول عامل 20 بقى دلوقتي ب25 اهو. ده بقى جانا هنا واقوم عامله كده اتنيها برضو، بتني برضو البورصه بتاعها عشان ايه ما يطلعش يعني في الغسيل ولا الكلام ده اه. واجي هقوم حاطاه فين واتني اللي تحت دي معاها عشان اخيط الاتنين مع بعض، يبقى شغلنا ايه برضو مقفل نضيف، وما نرجعش نعمل حاجه تاني ايه نرجع نعيد تاني اهو. ديت من ناحيه بتداري الشغل اللي احنا عملناه احسن بقى ايه من احنا هنجيب قشر سمك تاني ونحط على الوش والكلام ده هيلمان. لا احنا وفي نفس الوقت بتبقى شغل نضيف، وفي نفس الوقت بتبقى مدياني الكنبه منظر حلو. هاجي من هنا اقص برضو واكون تانية ايه تانية تاني عشان خاطر الزيق بتاعي اللي انا عاملاه ده فيه نوعية من نوعية فتلة البلاستر، فما ينفعش ان انا اسيبه كده مش متقفل. ماشي. هاجي بقى تاني من الناحية التانية اعيد على الفتحة اللي في كده اللي في بتاعة الشريط، يعني اعمل من هنا ومن هنا بس سايبة ايه اه. وبقى اعمل فرمطونة واقوم ماشية. طبعا انا عندي هنا مش هسيب الشريط كده هو منظره ده كده من غير ما يتحط له حاجه، لا عندي دوت بقى الباكت من دوت 13 متر بجيبه 200 جنيه بيتحط على طقمه السرير ويتحط على الانترهات والكلام ده كله. ده برده في شارع حاره المزين في الموسكي نفسها. على فكره كل الكلف وكل عشان جات لي قبل كده برده يعني بيسالوني انت بتجيبي الكلف منين؟ من حاره المزين، يعني بتبدأ جديد ومش عارفه هي بتجيب الحاجات دي منين. دي من حاره المزين في الموسكي عند بتوع الورد بتاع دوت البلاستيكات من بره اول الكوبري بتاع الموسكي على طول. بقص 3 بقص 3 حتت عشان الكنبه ايه تاخد 3. ماشي. في ناس تقولك يعني ايه ده غالي برضو انا هستعمله ازاي ده الغالي ده؟ لا، ما هي كل شغلانه انت بتعمليها وتبقى سعرها يعني حتى لو سعرها غالي بس منظرها جميل وبتقعد معاكي بالسنين وحسب الزبون برضو.
في زبون بيبقى عايز الحاجه، انا مش هقفل مش هقفل الورده دي لان انا ناقصني حاجه. انا ناقصني ديت بنجيبها برضو من حاره المزين، كنا بنجيب ال100 ب25. دي انا عايزاها ذهبي مش عايزاها بيج، فلازم ان انا اجيبها ذهبي، فاجيبها لازم اجيب ذهبي واعملها عليه عشان بتدي منظر حلو برضو. انا هنا هقيس بقى ما بين الورده دي والورده دي، واقوم حاطه الورده التانيه في النص اهو، بقيم كده، اقيم بالشكل ان الورده دي بتبقى فين والورده دي بتبقى فين. انا اهو هجيبها في النص، واقوم برضو عامله ايه للتانيه فاصل اهيت، واقوم جايبها برضو ايه بعد دي بشويه اهي، عشان تبقى واخده ايه، يعتبر الكنبه كلها. هدخل برضو ايه البورصل بتاع الشغل بتاعي اللي انا عاملاه، الزي اللي انا عاملاه دوت الذهبي، هدخله لجوه كده عشان خاطر ايه ما يجيش في وقت من الاوقات وهي بتغسل ولا حاجه يقوم طالع معاها. لا لازم نقفل شغلنا عشان ايه يبقى ما يرضي الله. جيت انا خلصت ده كده اهو، بس سايبه الورد من تحت مفتح عشان ايه، عشان لما احط اللي هي البتاع ديت الفرنشه اللي اتحط عليه. اجي من هنا بقى انا هقول بقى ده المكنه هتبقى تقيله عليا وكده، بس معلش بقى هو الشغل ما بينفعش ان احنا نقول عليه تقيل ولا مش تقيل. انا بقى يعني هي المكن المفروض كل 6 شهور عايز صيانه، فانا بنغير الزيت وكده يعني، عشان قشر السمك ده بينزل في حوض الزيت برضه يعني، عشان تبقى انت تنتبهي اللي تشتغل بقشر السمك تنتبهي للمكنه ان هي عايزه تغير زيت كل ايه فتره، تغسل الحوض كده وتنضفه بالجاز، وبعد كده ايه تقوم حاطه زيت على نضيف. واجي بقى انا اتني ايه الحروف بتاعت اللي هي اللي في الجنيه، عشان لما اجي ارجع للكنبه ما ارجعش غير لحاجه واحده بس، ان انا احط الشراشيب بتاعتي بس، مش اكتر من كده. برضه انا مش عايزه اطول عليكم ايه الفيديو، عايزه كده. انا تنيتك الحرف بتاع الكنبه من تحت اهو، تنيتها بس عشان هنا قشر السمك يعني بيتعب شويه في الايه في التاني بتاعه عشان تقيل. وادي اهي كده، دي كنبه الانتريه ناقصها، بس هي كل اللي ناقصها فيه ده الشرشوبه اللي هتنزل من هنا، انا اما هجيبها واقوم مقفلاها بس. والله هو في منتهى الجمال، على قد ما هو برضو متعب بس في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم بقى ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، لان انا برضو كل كلمه كل مره اقولها لكم انا مش هكبر غير بفضل ربنا وبفضلكم معايا. شرحنا احنا الكنبه اهي بالامتار. على فكره الطقم من دوت بياخد بتاع 4 متر، عشان العرض القماش عرضه عرضين 3 متر يعني، انما اجيب 4 متر للانتريه حلو قوي ب400 جنيه والحاجات بتاعته. فيعني مش زي التاني اللي بعرض، العرض بتاعه 1.5 متر بياخد كتير، لكن ده لا العرض عرضين يعني حلو اهو. وانا هعمل لكم الفيديو اللي بعد ده على طول بالكنبه اللي هي الكحلي والمنديل بتاعها. يلا اشوفكم بخير. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لايك 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 قبل ما ابدا اقول 5 لايك، بس انا مش بخمس، انا بقول 5 لايك. احنا تاني طقم عملناه
تاني طقم اهو من الطقم اللي هو قشر السمك بتاع الانتريه. انا بفرجهولكوا برضو اهو، وعايزاكوا قبل ما افرجكوا اقول لكم خشوا على القناه بتاعتي، هتلاقوني وانا بعمل تقومه السرير والستاير، حاجات النيش، المخدات الفرو، كل حاجه. فخشوا على القناه وانتوا هتشوفوا حاجات هتعجبكم. اهو ده تاني واحد طقم انتريه اهوت من هو قشر السمك. على فكره الطقم ده مش، الطقم ده مختلف عن اللي فات، ان الطقم ده كنبه مستردة وكنبه كحلي، وكرسي مستردة وكرسي كحلي، والمناديل برضو جزء وجزء اهو. وادي الكنبه الكحلي، اما نخلصها برضو هوريها لكم. عايزه اقول لكم حاجه بقى، انا مش يعني هفضل طول طول الفيديوهات بتاعتي لحد ما اموت مش هتكلم عن حاجه واحده بس. دي نصيحه والله، يعني انت لو حنيتي على امك ولو مزعلاها راضيها، لاخر مره بقول لكم برضو الام مفيش حاجه تتعوض. الكنز الكبير اللي في الدنيا، هو الكنز الكبير اللي في الدنيا هو الام. زعلتك، اتخانقت معاكي، عملتك، لا، في اول واخر دي امك. امك. انا معايا ست كبيره بنروح لها انا وصحابي، الست الكبيره دي عندها فوق ال 85 سنه، جوزت 7 عيال صبيان وبنات، جوزتهم وعلمتهم، وكانت على شرط زينا خياطه، لغايه ما العمر كبر بيها وربت وكبرت وعلمت وجوزت. كل فين وفين لما بيستقل عليها دلوقتي. انا كنت نفسي اطلعها لكم معايا في فيديو، بس انا ما رضاش ان انا يعني احرج عيالها ولا احرج حاجه. بس انا بقول لكم اللي عايزه اقوله لكم بس، واتمناه منكم، ان الام ما فيش بعدها تاني، والله ما في بعدها. شايفينها فيها عذر، فيها مديونه، فيها، وانتم متيسرين، ساعدوها. ساعدوها برضو، ما تسيبوهاش كده. ما تسيبوش امكم تبقى للهم بتاع بالليل وبالنهار. ما تسيبوهاش، لان الام دي كنز. مش الام بس، الاب كمان. بس ممكن اقول ايه، ان انا بقول ام لان الام متحمله. هو الاب بيشتغل وبيجيب، بس الام لو احنا حسبناها هنلاقي الام جهدها كبير. جهدها في تربيه، في مريعه في البيت، بتراعي عيالها في اكلها في شربها، ولو في شغل بتشتغل عشان تساعد في البيت. مش جازاتها لما تكبر وهي انتوا صغيرين كانت بتشيلكوا وتعينكوا، لما تكبر ما تلاقيش اللي يشيلها. لا، فين انت لو مزعله امك راضيها يا ستي، وقفي جنبها. ده هي بعد ما تموت مش هتلاقي حد تبص له تاني ما غير هي دعوتها الحلوه. لا، دعوتها الحلوه. لا، انا اعرف واحده كنت بسمع عنها ان امها كانت كويسه قوي معاها، هتتخانق مع جوزها تتخانق مع امها، وكانت تمد ايدها على امها. كانت بتمد ايدها على امها. ليه؟ ليه؟ الام دي جازتها اللي شالت وربت وكبرت. ده الام دي المفروض تتحط تاج على الدماغ لحد ما اموت. وهفضل اقول لكم النصيحه دي وتفتكروها بالفيديوهات، ان انا بقول لكم امكم لو مزعلينها رضوها، لان محدش عالم بكره احنا هنقوم من النوم ولا مش هنقوم. فبالله عليكي او بالله عليك راضي امك. انت مش هتلاقي مفيش احن في الكون كله زي امك. امك دي الستر والغطا عليك وعليكي، لو فيكي حاجه ولو نصحتك ليها، ده امك. امك مش عدو، بالعكس ده في اولاد. يوم ربنا قال كده، ان من اولادكم ونساءكم عدو فاحذروه. لكن الام مش عدو. هو العيل ممكن يبقى فيه عدو منه، لكن الام لا. الام تخاف عليكي، والام تحوى عليكي، والام تراضيكي، والام كل ده. خلي بالك من امك. لو زعل امك روحي النهارده ارفعي، بلاش ترفعي سماعه التليفون يا ستي، روحي لها. مش ضامنه النهارده من بكره، انت مش ضامناه، ولا احنا ضامنين بكره ايه اللي هيحصل لنا. يلا نصيحه، نصيحه والله ما يرضي الله.